في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع الصحابة وفجأة قال لهم هيدخل عليكم دلوقتي راجل من أهل الجنة. الصحابة اتفاجئوا وبصوا ناحية الباب، لقوا راجل بسيط لابس لبس عادي، لحيته مبلولة من الوضوء وماشي بحذائه في إيده. تاني يوم نفس الموقف اتكرر، وتالت يوم نفس الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نفس الجملة ودخل نفس الراجل. الصحابة اتلخبطوا، ازاي الراجل ده مش معروف بحاجة كبيرة، لا بيقوم من الليل كتير ولا بيصوم كل يوم، ومع ذلك النبي بيقول ان من اهل الجنة. فواحد من الصحابة اسمه عبد الله بن عمرو قرر يروح يبات عند الراجل ده كذا يوم علشان يعرف ايه سره. بات عنده 3 ليالي بيراقبه، ما شافوش بيصلي زيادة عن الفروض ولا بيصوم كتير ولا بيعمل حاجات فوق العادة. في الاخر الصحابي سأله، بصراحة انا سمعت النبي بيقول انك من اهل الجنة، بس ما شفتكش بتعمل حاجة زيادة، ايه السر يعني؟ الراجل ابتسم وقال له بكل تواضع، والله زي ما شفت كده، بس في حاجة بعملها، أنا لا بحقد على حد ولا بغير من حد ولا بنام في قلبي حاجة لأي مسلم، قلبي دايما نظيف. وهنا الصحابي عرف السر. السر مش في عدد الركعات ولا في الصيام، السر في نظافة القلب. فهمت ازاي؟ إلا من أتى الله بقلب سليم.